ايه الأوضة دي؟ هو الموضوع بجد ولا ايه؟ حيطان متجرحة بشكل غريب، مكتوب عليها بخط الايد جمل مش غريبة عليا، ورسومات لوشوش واجساد بني ادمين بدون ملامح، وطلاسم بلغة الحروف والارقام في كل زوايا الأوضة، ودولاب طرفه كلها مرسوم عليها جداول طلسمية، سرير ملايته متخرمة وعليها بقع حرق شديد، والحيطة اللي فوق السرير مرسوم عليها الدايرة حواليها حروف وارقام، وجواها مدقوق مسامير متعلق عليها بخيط من الكتان شوية صور لبني ادمين، ومراية كبيرة في زاوية الأوضة متغطية بملاية بيضة مطربة، والأرضيات فيها تراب كثيف وفضلات أكل وخصل شعر، والريحة اللي مسيطرة على نفسي وأنا واقف جوه الأوضة دي كانت تشبه ريحة بني آدم ميت بقاله شهور. محبين الرعب وعاشقين الغموض، أنتم الآن في حضرة إذاعة سهرة الخميس. بسم الله. عامل ايه يا عصام؟ نورنا والله. مسا عليكم واهلا بكم مروين في فيديو جديد. عاملين ايه؟ بخير؟ لو ليكم حد قريب او اخوكم او اختكم او اي حد بيمتحن في الثانويه العامه حاليا، يا ريت يطمنا عليه بالله عليكم، يا رب كده يوفق الجميع باذن الله. المهم من الاهم، انتوا وحشتوني قوي، عارف ان انا لسه سايبكم من اسبوع، بس هعمل ايه؟ ما انتوا بتوحشوني بسرعه. صحيح انتوا طلعتوا كده مركزين وصحصحين قوي في السهره اللي فاتت، وعرفتوا تلاحظوا البتاع اللي في ايدي دي. لا ثواني كده، هي فين؟ اهي بس زي الفل كده. عرفتوا تلاحظوا البتاعه دي في الفيديو اللي فات، ودول كمان المروقين المركزين اللي عرفوا يطلعوها. بس خلي بالكم انا هخبيها في مكان اصعب المره دي، واراهنكم لو عرفتوا تطلعوها المره دي. وصحيح احنا محتاجين نسمي البتاعه دي يعني اي اسم، يا ريت بقى ترشحوا لنا اسم ليها في الكومنتات. المهم بقى من الاهم، بينا كده ايه نحضر طقوس سهرتنا، كوبايه القهوه المظبوط انا سبقتكم وعملتها، ومن بعدها كده نروح ناخد ركن هادي ومنعزل في اوضتنا ونطفي فيه النور ونحط السماعات في ودننا وننزل تحت على الفيديو ونحط لايك بصباعنا الصغير، وخلينا نوصل الفيديو ده ل20,000 لايك. معرفش ازاي بس هي طلبت معايا كده، خلوكم قدها بقى. اما دلوقتي فخدولي كده نفس عميق قوي وقولوا معايا في نفس واحد وبصوت خافت بسم الله، فلنبدأ. قصتي المرعبة دي يا مروقين ابتدت معايا في شتاء سنة 2023، وفي يوم كده من الأيام وأنا بقلب في الرسايل عندي، لقيت من وسط الرسايل دي رسالة من واحدة اسمها أميرة، بعتالي بالنص وكاتبالي محتاجة أقابلك ضروري. الرسالة شدتني شوية لأني أول مرة أقابل نوع من أنواع الرسايل دي، وقمت وقتها رادد على البنت دي وقلت لها اتفضلي محتاجة أي حاجة، وسبت تليفوني وقمت رحت عملت قهوة ورجعت بعدها كملت تأليف في الرسائل. بس لما رجعت ومسكت تليفوني تاني لقيت البنت دي ردت، وردها كان أغرب من رسالتها الأولى ليا. ملواني أنا اسمي أميرة، عندي 20 سنة، بتابعك بقالي فترة طويلة وبحب قصصك جدا، بس أنا ما بعتلكش الرسالة دي علشان كده أنا محتاجة أقابلك ضروري وفي أقرب وقت. ردها عليا مروقين كان غريب قوي بالنسبة لي، وخلاني رديت عليها وقلت لها معلش ممكن توضحي لي ليه انتي محتاجاني أقابلك ليه أصلا، علشان يجيلي الرد من أميرة في نفس اللحظة بجملة دبت الفضول في عقلي. ملواني الموضوع حياة أو موت، لو يهمك الأمر بكرة الساعة 7 بالليل نتقابل في كافيه وردة بحر البلد. ومجرد ما بعتت الرسالة دي قفلت الشات على طول. فضلت ماسك تليفوني وساكت في لحظتها وأنا مش فاهم أي حاجة. رسالة أميرة ليا وطريقة كلامها حركت جبال الفضول جوايا. مين البنت دي وعايزة مني إيه؟ وهل هي بنت اصلا ولا حد بيشتغلني؟ بس الرساله من الواضح انها مش مجرد لفت انتباه، ده شخص فعلا عايز يقابلني. الفضول فضل ملازمني لليوم اللي بعده، اليوم اللي المفروض ان صاحبه الرساله اميره قالت لي
انها هتقابلني فيه الساعة 7 بالليل. كنت متردد وخايف من احتمالات كتيرة، بس فضولي تجاه مقابلة صاحب الرسالة دي خلاني نزلت من بيتي يومها ورحت في الميعاد بالظبط للكافيه المتواجد بحر البلد في ملاوي. دخلت يومها تقريبا كافيه وردة الساعة 7 إلا 10. سحبت الكرسي وقعدت وطلبت القهوة، وفضلت وانا ماسك تليفوني وقاعد وفاتح الشات بتاع اسمها أميرة دي وعمال اتلفت حواليا في الكافيه. القهوة في اللحظة دي اتحطت قصادي وابتديت ان انا اشرب منها، وانا ما زلت منتظر وصول أميرة وجوايا كمية فضول وحماس لمقابلة الشخصية دي، رغم ان انا مش متأكد من انها كانت بنت ولا ولد اصلا. وفضلت قاعد ومستني والقهوة خلصت وسجارة ورا التانية اتطفت، والساعة وصلت 7:30 واللي اسمها أميرة ما كانتش وصلت. في اللحظة دي فهمت ان الموضوع اشتغالة، حد فاضي ضيع له وقت. فابتديت ان انا ازيح الكرسي ولميت حاجتي وقمت من مكاني، ولكن في لحظتها لقيت شنطة حريمي اتحطت قصادي على الترابيزة. ابتديت ان انا ارفع عيني كده وابص بالراحة. الله، دي وصلت بجد وطلعت بنت. كانت لابسة دريس طويل لونه اسود وملامحها بيضة ولطيفة شوية، والابتسامة البسيطة مالية وشها. ده احنا شكلنا داخلين على قصة عنب. ابتديت ان انا اسيب الحاجات بتاعتي على الترابيزة تاني وانا برحب بيها وبقول لها انتي أميرة صح؟ ابتدت تهز راسها كده وهي بتقول لي انا أميرة، شكرا ليك يا ملواني انك جيت المقابلة. سحبت الكرسي وابتديت اقعد كده وانا باصص لها. قعدت في اللحظة دي برضو أميرة قصادي وهي بصالي وساكتة. فانا عشان اكسر لحظة الصمت دي قمت قايل لها تحبي تشربي ايه؟ فلقيتها اخدت نفسها كده وبابتسامة لطيفة قالت لي انا مش جاية علشان اشرب حاجة ملواني، انا جاية وطالبة منك تسمعني، لاني مدركة انك الشخص الوحيد اللي هيفهم كل كلمة هقولها. في لحظتها الفضول ابتدى يزيد عندي وقمت مولع سيجارة وقلت لها طيب انا معاكي وسامعك يا أميرة، اتفضلي احكي. أميرة في اللحظة دي بصت حواليها شوية في الكافيه، ومن بعدها مسكت تليفونها وقلبت فيه شوية وقامت مورياني صورة عليه. اخدت منها التليفون وهي بتقول لي ملواني اللي قصادك في الصورة دول هم عيلتي، امي وابويا واخويا واختي. الصورة دي كانت من سنة بالظبط، ودي كانت اخر صورة جمعتنا قبل الحادثة. فانا في اللحظة دي مسكت التليفون كده وابتديت ان انا اركز في ملامح ووشوش عيلتها وانا بقول لها حادثة ايه يا أميرة؟ مش فاهم. وفضلت باصص لها كده ومستني منها الرد، بس أميرة وقتها كانت ساكتة وما ردتش عليا. وفجأة عينها ابتدت تدمع لوحدها. قمت من مكاني وبدأت ان انا اهديها شوية، ولكن عياطها بقى هستيري بشكل غريب. فضلت اهدي فيها لحد ما هديت شوية، واول ما اتملكت اعصابها كده ابتدت تبص لي وتقول لي ملواني انا ابويا وامي واخويا الكبير احمد اللي انت شفتهم في الصورة دول توفوا في حادث عربية وهم راجعين من القاهرة، وما اتبقاليش منهم غير اختي الكبيرة حبيبة، وعمي رضا الوحيد بعد الحادثة دي اخدنا وعيشنا معاه في الشقة بتاعته، وهو ما كانش متجوز فكنا عايشين معاه. ومن 6 شهور بس عمي رضا فارق الحياة، ودلوقتي انا وحبيبة قاعدين في الشقة دي لوحدنا، ملناش حد نهائي ولا عيلة ولا معارف. فانا سكت من بعدها شوية وقمت قايل لها الله يرحمهم يا أميرة ويصبرك، انا اسف ان انا سألتك وفكرتك بحاجة زي كده. أميرة في اللحظة دي رفعت وشها ناحيتي كده وقالت لي ما تتأسفش ملواني على حاجة كده كان لازم تعرفها. فانا استغربت وقتها وقلت لها لازم اعرفها ليه؟ أميرة في اللحظة دي ابتدت انها تمسح دموعها وقامت قايله لي لان الحادثة دي هي سبب مقابلتي ليك يا ملواني. سكت وانا باصص لها ومستنيها تكمل، وأميرة في اللحظة دي كانت سرحانة في اللاشيء، ومن بعدها بدأت تبص لي وتتكلم بصوت خافت وقالت ملواني من يوم ما مات عم رضا من 6 شهور ما تبقليش حد في الدنيا غير حبيبة من بعد ربنا. حاولت ان انا اتعايش مع الحياة دي وقدرت على ده، بس اختي حبيبة ما قدرتش. حبيبة ملواني من يوم ما مات عمي وحياتها بتزيد غموض بشكل مخيف، دخلت في حالة اكتئاب لشهور، ما كانتش بتتكلم معايا نهائي ومنعزلة، واحدة ابتدت تختفي باليوم كله وبترجع بالليل وبتحبس نفسها في اوضتها. ومع الوقت الاوضاع زادت رعب بالنسبة لي، بقيت بحس ان حبيبة مش طبيعية، في حاجة غلط هي بتعملها، وده ابتدى يأثر على ملامحها وجسمها. خست كتير من وزنها وتحت عينيها سواد بيدل انها مش بتنام.
تمام. بس اللي كان دايما مرعب بالنسبه لي وهو ان انا لاحظت على رقبتها ودراعاتها جروح عميقه قوي. ما قدرتش ان انا اتكلم معاها وافهم هي بتعمل ايه في نفسها، ولكن كل ليله كنت بحس بشيء غلط بيحصل في اوضتها. بسمعها بتتكلم مع حد في نص الليل، ولا انا ساعات بحس ان هو مش حد واحد، دول اكتر من شخص، ودايما بسمعها بترحب بيهم وكأن اللي بتكلمهم دول معاها في اوضتها. شكيت فيها طبعا انها بتجيب حد الشقه، وحاولت ان انا اخبط عليها في ليله، ولكن الشيء ده خلاني اخاف من حبيبه اختي اكتر، لان ليلتها لما خبطت عليها خرجت من اوضتها بهيئه مخيفه قوي. لبسها كان خفيف وباين على جسمها كميه جروح رهيبه. وقفت ليلتها قصادي بملامح تشبه الاموات وقالت لي جمله واحده: لو خبطت عليا باب اوضتي تاني هخليك تشوف الموت بعيونك. وقفلت في وش الباب ليلتها. حسيت بخوف ورعب ورجعت الاوضه بسرعه. وفضلت حبيبه اختي حياتها تزيد في الرعب لكل ليله، من اصوات صريخ للدب وترزيع وصوت قرآن شغال بالمعكوس. بدأت احس انها بتمارس حاجه غلط، وحاولت اكتر من مره في غيابها ان انا ادخل اوضتها، ولكنها دايما كانت بتبقى مقفوله. بس جه يوم وحبيبه نسيت تقفل باب اوضتها، وقررت ان انا استغل اللحظه دي ودخلتها. اميره مروقين بعد ما قالت الجمله دي سكتت خالص، سكتت وبصت في اللاشيء وسرحت. ملامحها ابتدت تترسم عليها علامات الخوف. فانا قمت قايل لها: كملي يا أميرة، شفتي ايه في اوضتها لما دخلتيها يومها؟ أميرة في اللحظة دي مروقين بصت لي بخوف ورعب شديد، وابتدت تاخد نفسها كده وتهدى، وقامت ماسكة تليفونها وبصت لي وقالت لي: ملواني، انا صورت كل شيء شافته عينيا من رعب جوه الأوضة، بس الصور اختفت من على تليفوني. انا مش فاهمة ده حصل ازاي، وواثقة ان انا صورت اوضتها يومها على تليفوني، بس الصور اختفت يا ملواني، وخفت ان انا ادخل تاني واصور لك الاوضه. بس انا مستعد اخليك تشوف كل ده بعينك، هخليك تدخل الشقه عندنا النهارده بالليل قبل ما ترجع. انا ما لقيتش حد غيرك يا ملواني الجا له. حاسه ان اختي حبيبه في طريق مخيف، وواثقه انك هتكون سبب من بعد ربنا في انك توقف حبيبه اختي عن اللي بتعمله ده. انا ماليش غيرها في الدنيا دي من بعد اللي راحوا. وابتدت تعيط في لحظتها أميرة. انا وقتها كنت باصص لها كده وساكت، وما كانش عندي رد ليها، او بالمعنى صح كنت خايف ارد. الموضوع لحد اللحظه دي مروقين مش موثوق منه. فضلت ساكت وباصص في اتجاه اميره اللي كانت بتعيط في اللحظه دي وبتترجاني باي شكل من الاشكال بان اساعدها في مشكلتها المرعبه دي، ولكن سكوتي وعدم ردي خلاها تبطل عياط وتهدى كده وهي بصالي. ومن بعدها ابتدت انها تمسح دموعها ومسكت شنطتها وقامت من على الكرسي وقالت لي: شكرا يا ملواني، انا اسفه ان انا ضيعت وقتك، كان عشم فيك كبير قوي. وابتدت تلم الحاجه بتاعتها من على الترابيزه في الشنطه علشان تمشي، وانا كنت قاعد كده باصص لها وسرحان، وكان جوه عقلي كميه دوشه رهيبه مش عارف افكر، لحد ما لقيت نفسي فجاه قمت قايل لها: استنى يا اميره، انا هساعدك. أميرة مشيت من الكافيه وقتها، وقبل ما تمشي قالت لي على عنوان الشقة بتاعتها وطلبت مني رقم تليفوني، وقالت لي خليك منتظر مني مكالمة في أقرب وقت الليلة. ومن بعدها مشيت وفضلت قاعد مكاني في الكافيه وانا ماسك تليفوني وباصص في الساعة ومستني الوقت يمر بفارغ الصبر، وعمال احرق في سجاير واشرب في القهوة، ودقيقة تعدي وساعة بتعدي والليل عمال يحل عليا وانا قاعد في الكافيه مكاني، لحد ما جت اللحظة وأميرة رنت عليا أخيرا. كانت داخلة على 11 بالليل يومها. رديت عليها وقالت لي في المكالمة إنها مستنياني، فقمت من مكاني ولميت حاجتي واتحركت أخيرا من الكافيه. ركبت تاكسي واتحركت على عنوان الشقة، وبعد ربع ساعة مسافة طريق وصلت أخيرا تحت العمارة اللي فيها الشقة. طلعت تليفوني ورنيت على أميرة. ردت عليا وقتها وقالت لي: اتأكد يا ملواني إن مفيش حد شايفك وانت داخل العمارة، الشقة في الدور الرابع. قفلت المكالمة وابتديت إن أنا أبص حواليا في الشارع. الدنيا كانت هادية قوي وقتها. ابتديت اتحرك بالراحة لجوه العمارة وطلعت على السلالم، وفضلت طالع في هدوء شديد لحد ما وصلت عند باب شقة الدور الرابع. ابتديت ان انا ارفع ايدي كده علشان اخبط، ولكن فجأة
لقيت عقلي بيقول لي انت بتعمل ايه هنا؟ انت ازاي جاي لحد الشقه برجلك؟ هو انت مش خايف يكون كل ده حوار معمول عليك؟ مش خايف طيب اميره دي تكون سكتها وحشه؟ في مليون سبب، وسبب ملواني يخليك ما تخبطش. ملواني انت اصلا مصدق البنت دي ازاي؟ اللي حكيته كل ده بسهوله ممكن يكون كذب في كذب. انت لازم تمشي من هنا فورا قبل ما رجلك تقع في مصيبه انت مش قدها. علشان وقتها مروقين لقيت نفسي بدي ظهري للباب واتحركت ناحيه السلم علشان انزل وامشي، ولكن في لحظتها لقيت باب الشقة اتفتح، ومن بعدها سمعت صوت حد بيقول لي تعال ادخل بسرعة. بصيت ورايا على الباب اللي اتفتح ده ولقيت ان دي هي اميرة، واللي كانت وقتها عمالة تبص لفوق وتحت على السلم وكانت خايفة وبتقول لي يلا ادخل بسرعة قبل ما حد يشوفنا، وكانت موطية صوتها قوي وقتها. فانا بخوف وقلق بعد ما كنت خلاص همشي لقيت نفسي تدريجيا بروح ناحيتها وبدخل الشقة، ومجرد ما دخلت لجوه لقيت اميرة قفلت الباب، ومن بعدها وقفت مكانها كده فضلت بصالي، وانا في نفس اللحظه برضو كنت باصص لها ومش ناطق، وعقلي جواها كلمه واحده بس: ربنا يستر ربنا يستر. في اللحظه دي ابتدت اميره تتكلم وقالت لي انا عارفه ملوني انك مش مصدقني لحد اللحظه دي، وده شيء باين على وشك، وواثقه انك خايف من وجودك معايا هنا، وقفلتي للباب ده دلوقتي خليتك تخاف اكتر، بس صدقني اللي هخليك تشوفه بعينيك دلوقتي هيخليك تخاف اكتر واكتر. وقامت في لحظتها مروقين اميره متحركه وابتدت تمشي في الشقه كده وهي بصالي. انا في اللحظه دي كنت عماله اتلفت حواليا، الشقه فاضيه فعلا ومفيش حد غيرها. فضلت اراقب في اميره وهي بتتحرك لحد ما وقفت عند باب اوضه كانت مقفوله وبصت لي وقامت قايله لي هي دي الأوضة. فلقيت رجلي وقتها ابتدت تتحرك تجاه أميرة وأنا باصص لها لحد ما وصلت ووقفت جنبها. أميرة في اللحظة دي فضلت بصالي وساكتة، ومن بعدها فتحت باب الأوضة علشان يخرج منها هبو شديد بريح البرودة. دبة الخوف في قلبي كانت جاية من جوه الأوضة دي. فضلت واقف مكاني ثابت مش بتحرك وأنا باصص في وش أميرة اللي سابتني وقتها وابتدت تدخل الأوضة قصادي بالراحة، وقامت مشغلة جواها اللمبة ضوءها خافت ومش ثابت، وقامت معدولة عليا كده وقالت لي ادخل ما تخافش. ففي خطوات كلها رهبة وخوف من الموقف بدأت أدخل الأوضة وأنا مركز بعيني في عين أميرة وبس، ولحد اللحظة دي خوفي كان من أميرة نفسها. ما زلت مش مدرك أنا بعمل إيه هنا معاها في مكان واحد، ولكني دخلت الأوضة ووقفت قصادها وأنا باصص لها. أميرة في اللحظة دي وهي بصالي قالت لي بص حواليك يا ملوني. بعيني وبالراحة وبهدوء شديد بدأت أتلفت حواليا. الله، ايه الأوضة دي؟ هو الموضوع بجد ولا ايه؟ حيطان متجرحة بشكل غريب مكتوب عليها بخط الإيد جمل مش غريبة عليا، ورسومات لوشوش وأجساد بني آدمين بدون ملامح، وطلاسم بلغة الحروف والأرقام في كل زوايا الأوضة، ودولاب طرفه كلها مرسوم عليها جداول طلسمية، سرير ملايته متخرمة وعليها بقع حرق شديد، والحيطة اللي فوق السرير مرسوم عليها الدايرة حواليها حروف وأرقام، وجواها مدقوق مسامير متعلق عليها بخيط من الكتان شوية صور لبني آدمين، ومراية كبيرة في زاوية الأوضة متغطية بملاية بيضة مطربة، والأرضيات فيها تراب كثيف وفضلات أكل وخصل شعر، والريحة اللي مسيطرة على نفسي وأنا واقف جوه الأوضة دي كانت تشبه ريحة بني آدم ميت بقاله شهور. تفاصيل خلت جسمي يقشعر من الخوف وأنا باصص في وش أميرة بسكوت، ومن بعدها ابتديت إن أنا أتحرك بالراحة في الأوضة ورحت في اتجاه الجملة اللي كانت مكتوبة على الحيطة. أنا حاسس إن الجملة والكتابة بتاعتها دي مش غريبة عليا بجد، يا نهار اسود، دي آيات قرآنية مكتوبة بالعكس. كملت من بعدها حركة في الأوضة ببطء لحد ما وصلت عند السرير ووقف وأنا ببص بعناية في الصور المتعلقة في خيط الكتان اللي فوق السرير. كانوا 3 أشخاص مختلفين، أنا عارف كويس دول مين. دول صور عيلة أميرة اللي ماتوا في الحادثة، أبوها وأمها وأخوها الكبير. فضلت مكاني واقف وباصص للصور شوية، ومن بعدها عدلت وشي كده على أميرة وقلت لها ينفع ان انا اصور الاوضه بتليفوني؟ هزت لي راسها اميره وقتها، علشان من بعدها طلعت التليفون وبدات اني اصور في الاوضه كل شيء وغريب كنت بصوره. فضلت اصور اي حاجه غريبه لمحت عيني لحد ما وصلت عند المرايه ووقفت كده قصادها للحظات. معرفش ليه هي دي الحاجه الوحيده اللي خوفي تجاهها كان زايد قوي عن باقي الحاجات اللي في الاوضه، رغم انها متغطيه بملايه كبيره. بدات ان انا اتملك نفسي وقمت
شايل المرايه من على المرايه، وقفت قصادها كده وانا باصص في انعكاسي في المرايه شويه، وقمت بتليفوني صورتها، ومن بعدها شلت التليفون في جيبي وبصيت لأميرة كده، وقمت طالع بره الأوضة دي بالراحة. خرجت في الصالة وقفت مستني أميرة تطلع. خرجت من بعدي على طول وقفلت الأوضة كويس، وجت لحد عندي كده وقالت لي ها ملواني، صدقتني دلوقتي؟ فضلت باصص كده شويه في الارض، ومن بعدها قلت لها أميرة الموضوع شكله كبير قوي، اختك حبيبه في طريق مخيف بزياده. انا عامه صورت كل حاجه على تليفوني، هحاول ان انا اشوفها، يمكن اطلع من الصور دي باي حاجه، ولو وصلت لحاجه هبلغك. أميرة في اللحظه دي قالت لي معلش اتاكد الاول ان الصور على تليفونك. فانا وقتها باستغراب كده طلعت تليفوني وبدات ان انا ابص فيه، ومن بعدها قلت لها الصور موجوده ما تقلقيش. وخرجت من بعدها من الشقه عندها ومشيت من المنطقه ورجعت بيتنا. روحت ودخلت الاوضه بتاعتي وقفلت على نفسي، وقعدت كده مروقين على جنب وانا سرحان وبقول لنفسي هو انا كنت فين وبعمل ايه الموضوع الغريب اللي انا دخلت نفسي فيه ده. وابتديت ان انا امسك تليفوني علشان اقلب واشوف الصور اللي صورتها في الاوضه بتاعت حبيبه. فتحت تليفوني بالراحه وابتديت ان انا اطلع الصور، بس فجاه ابتديت اقلب كده في الاستوديو بتاع الصور بسرعه شويه. الله، ايه ده؟ الصور مش موجودة على تليفوني. ابتديت ان انا اقلب وسط الصور كلها. ايه ده بجد؟ الصور مش موجودة ازاي؟ انا واثق ان الصور كانت على تليفوني قبل ما امشي من هناك. يعني ايه؟ هو كلام أميرة حقيقي ان الصور اختفت من على تليفونها هي كمان؟ رميت التليفون على جنب وانا مش فاهم حاجة، وابتدت دماغي تقلب من كتر التفكير. استحست من الشيطان الرجيم وقمت غسلت وشي ورجعت مسكت تليفوني تاني وانا اقول بسم الله ان شاء الله هلاقيهم. فتحت التليفون وابتديت ان انا ابص على الصور. الله، في صورة من الصور رجعت على تليفوني. طب ازاي؟ ومش معنى الصورة دي بالذات هي اللي رجعت، دي كانت الصورة بتاعت المراية اللي في أوضة حبيبة. ابتديت أبص في الصورة كده شوية وأنا مش فاهم حاجة. من بعدها قمت قافل تليفوني ورميته جنبي وسكت. دماغي كانت هتنفجر من الصداع ليلتها. قمت كده من مكاني ورحت طفيت نور الأوضة وقررت إن أنا أنام، وفردت ظهري على السرير وواحدة واحدة عيني غفلت ونعست. بس فجأة سمعت صوت غريب حواليا. عيني فتحت وانا نايم على السرير. ايه ده؟ هو انا فين؟ المكان اللي انا نايم فيه ده مش اوضتي. ابتديت اتعدل كده. الله، ده انا نايم على الارض مش على السرير كمان، وكل شيء من حواليا اسود في اسود، وفي شيء من وسط السواد ده عليه ضوء خافت. انا حاسس ان انا شفت الشيء ده في حته، لا ده انا واثق كمان ان انا عارف الشيء ده، وكمان ده مش مكانه انه يكون من الطبيعي هنا. بدات اقوم من مكاني واتحركت تجاه الشيء اللي انا شايفه قصاد عيني، اللي كان متغطي بملايه بيضه. قمت في لحظتها شايل المراية من عليه. الله، دي المراية بتاعت أوضة حبيبة. بس ثواني، هو ايه الصوت ده؟ في صوت باب اتفتح من ورايا. اتعدلت بالراحه كده ورايا وانا ببص على الصوت. هو ايه الباب اللي ورايا ده؟ اتحركت ناحيته بهدوء شديد، وكل ما كنت بقرب منه كنت بحس ان في ريح بارد جاي من عنده بيدفعني لورا تاني. فضلت بصعوبه احاول ان انا اوصل له لحد ما وصلت عنده، وقمت زيح الباب على الاخر ودخلت لجوه. يعني ايه ده؟ الباب ده وصلني لاوضه حبيبه. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا بعمل ايه هنا؟ فضلت اتلفت حواليا وانا مرعوب وخايف. الأوضة أنا حاسس إنها مختلف عن أول مرة شفتها فيها. الأوضة كانت طبيعية جدا ما فيهاش تفاصيل غريبة. فضلت أتلفت حواليا وأنا مش عارف إيه اللي جابني هنا، لحد ما ودني بدأت في لحظتها تسمع صوت خطوات شخص جاي وبيقرب من الأوضة، وكان الصوت جاي من ناحية باب مختلف تماما عن اللي أنا دخلت منه. فقررت بسرعة إن أنا أرجع من الباب اللي لسه داخل منه. يا نهار أسود، الباب اختفى. بدأت أتوتر وأنا بدور على أي مكان أستخبى فيه، وصوت الخطوات عمال يقرب من الأوضة قوي. ما لقيتش مكان استخبى فيه غير تحت السرير. فنزلت بسرعه تحتيه واستخبيت، وفضلت باصص من تحت السرير كده ناحيه الباب وخايف من الشخص اللي جاي عليا الاوضه من بره ده. بس فجاه صوت الخطوات بتاعته وقفت خالص، ومن بعدها جسمي ابتدى يسخن من كتر الخوف. في شيء بيتنفس جنبي وانا مستخبي تحت السرير. بدات ان انا اتلفت بالراحه جنبي علشان في لحظتها قمت صارخ، ومن بعدها عينيا فتحت ولقيت نفسي نايم على السرير في اوضتي. قمت من مكاني بسرعه. ايه ده؟ هو انا كنت بحلم؟ بس هو ايه اللي انا شفته ده؟ اللي كان جنبي وانا مستخبي تحت السرير في اوضه حبيبه دلوقتي في الحلم كان انا.
انا؟ ازاي انا واثق ان ده كان انا نفس هيئتي وكان مستخبي بنفس شكلي؟ يعني ايه طيب؟ وايه الحلم المريب ده؟ قمت وقتها وحاولت ان انا اخرج من الاوضه. ازاي الوقت عدى بالسرعه دي؟ الصبح صبح والشمس طلعت. بلعت ريقي ورحت على الحمام علشان اغسل وشي وافوق، ورجعت قعدت تاني مكاني في الاوضه وانا بحاول ان انا اهدى. كنت قاعد على السرير وباخد نفسي كده بالعافيه، وفجاه ابتديت اقوم من على السرير وانا مبرق وببص بعيني مروقين على الارض في اوضتي، لان لقيت على الارض مرمي نفس الملايه البيضاء اللي كانت متغطيه بيها المرايه بتاعت اوضه حبيبه. قربت منها بكل خوف وانا مش مدرك هي جت هنا ازاي في اوضتي. الموضوع كبر وما بقاش مفهوم. رحت على تليفوني بدات ابص على صوره المرايه اللي رجعت لوحدها على تليفوني من تاني، لان من الواضح كده ان المرايه دي وراها إن، وبالاخص بانها الوحيده اللي رجعت على تليفوني. ولكن لما جيت ابص عليها ما لقيتهاش. طب ازاي؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا لازم اتصرف وارجع شقة اميرة تاني في اقرب وقت. كلمت أميرة يومها وطلبت منها إن أنا أجي الشقة تاني، وهي وافقت على طول مجرد ما قلت لها. وفضلت مستني الليل يحل وأنا قاعد في بيتنا، ومجرد ما حل الليل على شوارع البلد بره لقيت أميرة بترن عليا وبتقول إنها مستنياني. كانت وقتها الساعة 12 بالليل. اتحركت من بيتنا ووصلت المنطقة اللي فيها شقة أميرة، ورنيت عليها وقلت لها أنا تحت في الشارع افتحي لي باب الشقة. وابتديت أبص شمالي ويميني في الشارع واطمنت إن مفيش حد شايفني. وقمت من بعدها داخل العمارة. طلعت لفوق على السلم بالراحه ولقيت اميره واقفالي على السلم فوق عند باب شقتها. قلت لها انا اسف ان انا طلبت ان انا اجي تاني، بس كان لازم ان انا اعمل كده يا اميره. فلقيتها وقتها بصت كده وبتقول لي طب ادخل خلينا نتكلم جوه. وقامت بصه كده على السلم واطمنت وقامت قافله باب الشقه. اول ما قفلته اتعدلت عليا كده وقالت لي هو في ايه؟ انت وصلت لحاجه ملاني؟ وقتها مروين انا كنت ماسك كيس اسود في ايدي. ابتديت ان انا مدي ايدي جواه وطلعت منه الملايه البيضه بتاعت المرايه. اميره اول ما شافت الملايه في ايدي بصت لي كده باستغراب وقالت لي ايه ده؟ بلعت ريقي في لحظتها وقلت لها دي الملايه اللي اختك حبيبه مغطيه بيها المرايه بتاعت اوضتها. اميره في اللحظه دي ابتدت تاخد من ايدي الملايه وهي بصلها باستغراب، ومن بعدها قالت لي هي معاك بتعمل ايه؟ فانا قلت لها وقتها هو ده السؤال اللي انا جاي عشانه. دخولي لاوضه اختك حبيبه اول مره اتسبب في كابوس مرعب بالنسبه لي، ولكني ما فهمتش منه اي حاجه. وجيت تاني هنا علشان اوصل لاي معلومه، وبالاخص ان الصور اللي انا صورتها على تليفوني ما بقتش موجوده معايا زي ما حصل معاكي بالظبط اميره. فاميره وقتها مروين فضلت بصالي، ومن بعدها عدلت وشها على الاوضه بتاعت حبيبه وسكتت، وقالت لي حاول يا ملوني نتخلص بسرعه قبل ما ترجع. فانا وقتها هزيت راسي كده وسكت. وقتها اميره اتحركت من قصادي ناحيه باب الاوضه، راحت هناك وفتحته، وخرج نفس الريح البارد والتقيل من جوه اوضه حبيبه. بدات ابص لجوه كده وانا واقف بره على الباب. اميره في اللحظه دي اكدت عليا وقالت لي زي ما قلت لك يا ملواني حاول انك تخلص بسرعه قبل ما ترجع الشقه. فانا بلعت ريقي كده وقمت بالراحه زي باب الاوضه ودخلت لجوه وقمت مشغل اللمبه. ومن بعدها قمت باصص كده فوقيها على السقف على اللمبه اللي خارج منها ضوء خافت بيترعش وكانها هتفصل. ولكني من بعدها ابتديت ابص حواليا كده في الأوضة بتركيز، وابتديت ان انا ادور على اهم شيء انا جايله، المراية بتاعت حبيبة اللي في اللحظة دي مروقين كانت موجودة في الأوضة من غير الملاية بتاعتها. بلعت ريقي كده وانا ماسك الملاية البيضة في ايدي وقمت باصص لأميرة اللي كانت في اللحظة دي واقفة على باب الأوضة وخايفة انها تدخل. وقمت من بعدها متحرك تجاه المراية دي وانا في ايدي الملاية البيضة بتاعتها. بس انا لما وصلت وقفت قصادها عيني بدأت تبص فيها بتركيز شديد. المراية دي مش طبيعية، في احساس قبضة في قلبي جاي من ناحيتها. حاولت ان انا ابص في كل جنب فيها يمكن اوصل لحاجة تخليني افهم. وقد كان مروين في ظهر المراية من ورا لقيت مرسوم جدول طلسمي فيه حروف وارقام متنظمة بشكل غريب. الجدول ده بالتحديد مختلف عن كل الطلاسم الموجودة في الأوضة. طلعت تليفوني وصورته، ولكني كنت مدرك كويس ان الصورة دي هتختفي من على تليفوني مجرد ما اخرج من الشقة. فطلعت في اللحظة دي دفتر المذكرات بتاعتي وابتديت ان انا انقل كل تفصيلة موجودة في الجدول الطلسمي اللي في ظهر المراية، ومن بعدها غطيتها بالملاية
الملاية البيضة بتاعتها، ورحت وقفت في نص الأوضة وطلعت تليفوني وابتديت ان انا اصور في الأوضة من تاني. صورت كل تفصيلة انا محتاج ان انا افهمها، بس بعد ما صورت الأوضة بدأت ان انا اعمل نفس الشيء. كل حرف وكل رقم وكل جدول نسختهم من على حيطان الأوضة جوه الدفتر بتاع المذكرات بتاعتي. حتى الرسومات الغير مفهومة لوشوش واجساد البني ادمين دي نسختها جوه الدفتر بتاعي. انا مش هخرج من هنا غير وانا معايا اللي يوصلني للحل، لاني بقيت مجبر على ده خلاص. فضلت ادون مروقين كل شيء بشوفه في الأوضة في دفتري، لحد ما فجأة القلم وقع مني على الأرض، فميلت كده علشان اجيبه، ولكن في لحظتها باب الشقة بره اتفتح. برات بعيني في وش أمير اللي كانت واقفة على باب الأوضة اللي أنا فيها ومرعوبة، لأن اللي فتح باب الشقة بره دلوقتي هي أختها حبيبة. أميرة في اللحظة دي ما كانتش عارفة تتصرف ولا تعمل إيه، ومن كتر خوفها وربكتها قفلت عليا باب الأوضة وجريت. أنا وقتها الخوف دب في قلبي، وأنا ببص حواليا في الأوضة اللي أنا اتحبست فيها دي، سمعت في اللحظة دي صوت واحدة بره بتقول أنت بتعملي إيه عند أوضتي؟ وده كان صوت حبيبة، اللي أميرة ردت عليها بخوف شديد وقالت لها أنا ما كنتش بعمل حاجة. ومن بعدها سمعت صوت باب بيتقفل فجأة، أدركت إن أميرة خافت منها ودخلت على أوضتها جري. ومن بعدها بدأت ودني تسمع صوت خطوات رجلين حبيبة اللي بتقرب من أوضتها اللي أنا فيها دلوقتي. يا نهار اسود، دي جاي عليا هنا، مكنتش عارف أعمل إيه ولا أروح فين. جريت على لمبة الأوضة وطفيتها، وبقى الجو حواليا كله ضلمة كحل. شغلت نور الكشاف بتاع تليفوني وابتديت إن أنا أدور وأنا مربوك على أي حتة استخبى فيها، وما لقيتش غير تحت السرير. ميلت بسرعة ونزلت واستخبيت تحته، وطفيت الكشاف بتاع تليفوني وانا مربوك، والأوضة بقت ضلمة في ضلمة، وصوت الخطوات بتاعت رجلين حبيبة قرب من الباب قوي، وانا مركز بعيني ومرعوب وبتنفض من تحت السرير لحد ما باب الأوضة اتفتح.